بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بس آخر معجزة ده كانت يوم 15 ده من قريب شوية اللي فات. يعني حصلت معايا معجزة ما كنتش أتخيلها. إيه اللي حصل معاكي؟ كان يوم 12 كنت تعبانة شوية. كانت معدتي، أنا دايما معدتي تعبانة وبطني على طول يعني تعب مستمر. المهم كنت تعبانة شوية. يوم الخميس تعبت جامد، رحت عند والدتي فروحت أخدت حقنة مسكن. يعني الحقنة ما عملتش أي حاجة، تعبانة برضه. فهل اتصل بماما قال لها دي راني تعبانة تعالوا خديها. المهم رحت عند ماما تاني على الفجر كده الساعة 4 تعبت جامد، التعب كان فظيع من معدتي وترجيع وبطني كان تعبان. المهم يعني نزل جاب لي برضه حقنة تاني، كنت كده واخدة اتنين ما عملوش أي حاجة. نزلنا على المستشفى، ركبوا لي محاليل، خدت يمكن أكتر من 5 حقن. مستشفى نور الهدى. كنت تعبانة خالص، تعب. الدكتور قال لي خلاص أنا اديتك مسكنات كتيرة مفيش حل تاني، يعني خدها وروح. طلعلك محلولين و3 حقن مسكن. المهم ما جابش أي نتيجة، برضه كنت تعبانة وفي ترجيع وبطني كنت تعبانة. روحت تعبت أكتر، رحت على مستشفى تاني. تقريبا رحنا مستشفى طلعنا لا ما رحتش تاني، لا ثانية تقريبا رحت الزيتون. برضه اخدت حاجات كتبوا لي على محاليل خدتها، وبرضه ما في يعني ممكن تكون سكرت معايا شوية. روحت البيت وانا بعلق المحلول تعبت جامد. حسيت بتنميلة في رجليا، بعد كده التنميلة دي بتطلع واحدة واحدة. ما انا اقول لمامي يا ماما انا حاسة في تنميلة في دماغي، لساني برضه منمل، انا تعبانة، انا في حاجة غلط فيا. المهم رجليا ابتدت تبقى عبارة عن خشب، يعني بعد شهر زي جلطة كده ولا حاجة؟ اتخشبت، انا معرفش، اتخشبت. التعب ده عمال يطلع لفوق خالص لغاية ما اعضاء كلها انا حاساها نشفت. انا حاسة حتى التعب اللي كان في جنبي مفيش، نشف. انا بحط كده عليه اتخشبت كده؟ اتخشبت بمعنى الكلمة. لا انا يعني ماما مسكاني كانت مخضوضة واخواتي كانوا مخضوضين، يعني جسمي كله اتخشب لغاية كان بيزيد من اول رجليها وهي طالعة كده، بيطلع لفوق تنمل وجسمها بيتل ورجليا كله بيتعود، رجليا ومخي كله منمل. فابنا واخويا قال لي تعالي يلا نروح دمرداش عشان نسافر نشوف اي حاجه بسرعه. المهم كلهم خدوني وقلت لهم لا انا عايزه اروح عند القديسه مريم. وانت تعبانه؟ بس ما كنتش قادره اتكلم، بس بقول لهم ودونا يعني شفت انا بقى كان معروف بالطريقه اللي هي كانت، وايديا كانت عامله كده مش قادرين يفردوها. اخويا كان عمال يحاول يفرد الصباع مش عارف. المهم خاف عليا كلهم. بعد كده اخويا قال لي لا مش هنروح دمرداش، هنروح في الاول دمرداش نسافر. مش قلت له يا اخويا انا لو رحت مش هترجعوا بيا، انا هموت، انا خلاص قلبي ده هيتجمد خلاص. المهم رحت نزلوني. اخويا برضو كان مصر ان هو يديني المستشفى. عامة نزلناها من الدور الخامس شايلينها. كانوا 3 شايلينها من الدور الخامس وهي متخشبة؟ متخشبة. ولا اي حاجة ما كانتش بتتفرد، كنت عبارة عن خشبة. المهم شالوني ونزلوني الدور اللي تحت. اخويا برضو مصر وخدت عايزين يودوني دمرداش. انت تعبانة كده، احنا مش هينفع نسيبك كده. المهم قلت لهم لا ودوني دمرداش معلش. ماما قالت ودوني دمرداش وريحوني. يعني هم استجابوا لطلبك في الاخر؟ وجابوك على هنا؟ ودونا على هنا شايليني، والناس كانوا شايفيني الجيران، وهو القديسه مريم شافتني هم شايليني. فضلت المكان ده ونيمتني هنا. لان جيتي بالليل متهيألي؟ بالليل. معاك بالليل ده. فالمهم بصيت لمارينا بقول لها انا عايزه اروح لجوه، انا مش عايزه يعني معايا طفل صغير، روحيني لجوه. انا كنت حاسه في التعب اللي انا فيه، انا خلاص قلبي هيقف يعني، كان فاضل قلبي بس هو اللي متحرك في جسمي كله. قلت لها روحيني، قلت لها ام القديسه مريم ندم على مريم تجيني تاني. المهم كانت ام القديسه مريم لفتني بالتيشيرت الاحمر، لفت ايديا، هي كانت شايف ايديا معموله كده عباره عن كده، لفت ايديا. وماما كانت هنا بتضرب بطريات، وكلهم كانوا قاعدين يصلوا ويعيطوا. بعد كده مفيش دقيقه التيشيرت اترفع من على ايدي لوحده. التيشيرت اترفع من ايدك لوحده؟ اترفع من على ايدي، وايدي اترفعت حتى شايفين ان القديسه مريم. ايدي اترفعت دي بس،
يعني دي بس. كل ده وانت نايمه بتقولك على السرير؟ نايمه. المهم ايدي اترفعت. بعد كده بقول لها طب انت حشت على الايد دي، كملي في ايدي دي. يعني هي في الاول شالت دراع واحد بس ودي لسه. بعد كده حسيت رجليا خلاص بقت طبيعيه، التمرينه راحت والتخشيبه راحت، ايدي اترفعت ودي كانت لسه برضه فضلت اخر حاجه. المهم راحت يعني افكت وكده. بقول لهم القديسه مريم عايزه اخش الحمام معلش. دخلت وانا طلعت جنبي كان تعبني خالص، مفيش تعب. هما كانوا شاكين ان هي ازاي. المهم مفيش تعب خالص، مفيش تعب. انا كنت مروحه كنت جايه متشاله، مامتها ادتني الشبشب روحت بيه مشي. يعني من هنا انت لبست الشبشب من عند مارينا؟ حكايه الشباشب معاك. مارينا برضه يعني خدت شبشب مارينا وروحت بيه؟ روحت بيه مشي. ماما كانت خدتني من اول البيت لغايه البنزينه بزغربت بالليل. بالليل الساعه كنا بنزغرط، يعني واحده واخدينها ميته، واحده راجعه على رجليها. يعني لا دي معجزه كبيره. طبعا دي معجزه كبيره، ومارينا بنت ميلاد عملت واجب معاكي بالزياده. هي عملت كمان يعني زي ما تكون كده ادتني مسكن لغايه بكره ما اعمل العمليه. ايوه هو تعليق. يعني هو مفيش زايده بتقعد يوم او 3 ايام. يعني دي فاكره ان زايده؟ كانت الزايده. احنا في مستشفى العضله الزيتون عملنا اشعه بالصبغه. الاشعه دي كانت النتيجه بتاعتها تظهر ثاني يوم، ففعلا ظهرت ثاني يوم الصبح ان هي دي زايده ملتهبه وجديده وعامله خراج وصديد جوه ولازم في اسرع وقت. فازاي تقعد يعني يومين 3 يعني زي ما تكون هي ادتني مسكن من عندها لغايه ما اعمل العمليه. وجت وسكنت جنبها والغير التعب اللي عايزه اقول لك انا نمت. انا تاني يوم نمت من غير ما احس باي حاجه خالص، ما خدتش حقن. نمت كده مرتاحه. صحيت الصبح الدكتور قال لي تعالي عشان دي زايده. انا اول مره اخش اوضه العمليات، دخلتها مرتين. اول مره اخش مطمنه بسلام، كنت فرحانه. امال لهم يلا عشان عايزه اخلص من الزايده، انا تعبت منها، يلا دخلوني بسرعه. يعني كنت حتى قبل ما اجي اعمل العمليه انا جيت قلت لها تعالي روحي معايا قبل ما انا اروح المستشفى، تعالي روحي معايا دلوقتي. يعني كده اخدتها معايا ومشيت على العمليات على طول. ايه الصحوبيه الجامده دي؟ انا بحبها قوي الصراحه. بس هي لغايه دلوقتي ما بتجينيش، يعني بتعمل معايا معجزات بس مش بتخليني اشوفها. علشان انت بتخافي؟ بس هي لما كانت بتجيني بطبيعتها، يعني زي الصوره دي او الصوره دي عادي، ما كانتش بتيجي بالتعب. اصل هي ماشيه بقانون السماء. قانون السماء بيقول لا خوفون يدخلون ملكوت السماوات. فالخوفون دول يعني بيزعلوا ربنا، فهي مش معقول هتجيلك وانت بتزعلي ربنا في حاجه زي دي. ما انا بقول لها يعني خليني شجاعه شويه. لا ما كده اتدربي بقى تبقي شجاعه، واعتقد لو بقيتي شجاعه ده هتجيلك وهتصاحبك زي الاول. في حاجه تانية تقولها لنا؟ هو كان في كتير بس انا مش متذكره شويه. هو الصراحه في حاجات كتير قوي معايا. وفي مره كنت انا مخطوبه. المهم كنت مخطوبه وابوه كان تعبان بكورونا، كان بس في المستشفى، كان تعبان خالص. المهم انا كان معايا منديل منها، كنت واخداه من مامتها. المنديل ده قلت لها خدي هاني المنديل ده اديه باباك في المستشفى وبابا هيكون كويس ان شاء الله. المهم خدوا. انا اول ما اديتها المنديل جات لي في الحلم قالت لي وديتي منديل فين يا رانيا؟ قلت لها بصي هو بابا نادر تعبان واديته منديل، هو هيخف؟ قالت لا هيخف. المهم كلمت هاني قلت لها هاني كنت سمرانه جات له وقلت لها يعني اطمن هي خلاص بابا هيخف. المهم هاني بعديها تقريبا بكام يوم قال لي ده بابا طلع المستشفى. وفين المنديل في الاخر؟ المنديل رجعته معايا. رجعتيه؟ والصندل رجعتيه؟ لا الشبشب بس نسيت ادخلها النهارده. هو ما بتحبش حاجه بتعمل. انا لما اديت لها بس المنديل جت سالتني فين المنديل بتاعي. يا سلام. المنديل اللي كان ضايع اللي قالت لك فين؟ في حاجه تاني برضه انا بقول لك انا في حاجات كتيره بس مش متذكره. طيب قولي. في مره المنديل ده كان ضايع مني، لما انا ادور عليها فبقول لها يعني المنديل فين؟ كنت بكلمها. ماما جات لي في الحلم بتقول لي يا رانيا المنديل هتلاقيه في الدولاب. يعني هي كمان بتقول لك فين مكان حاجتها؟ هو المنديل كان تحت المخده، يعني انا شايفه بعيني تحت المخده. لا المنديل ده ما اتحركش، ما ضاعش. يعني احنا بعد كده ما لقيناهوش. بدور مش لاقيه في الشقه كلها. دورنا انا وماما وكانت سلفت وهاني، يعني دورنا ما خليناش حته في الشقه
بعد كده بقول لها فين المنديل، راحت جات لي بتقول لي المنديل في الدولاب. انا اول ما صحيت المنديل في الدولاب ازاي؟ اتصلت بماما قلت لها يا ماما انا ما عنديش الجرأة، تعالي انت. مرينا هي خايفه تفتح الدولاب؟ يعني ده الدولاب بتاعك. بأمانة مصلحتها، بس يعني بتقول لي المنديل في الدولاب وانا دورت عليه. المهم اتصلت بماما، جات لي الشقة فتحت الدولاب قالت لي المنديل اهو. يا مامة مارينا، هو احنا لو خدنا المنديل هيتعمل فينا ايه؟ البداية حديدة بتزعل اصلا. لا ماريا، اي حاجه لمارينا امين عليها. وفي مرة برضه كنت حامل وفي واحد ضربني في بطني خلاص. ضربني في بطني فبطني كانت تعبانة خالص، واتنفخت جامد واتحجرت. رحت الساعة 3 بقول لها وانا ماشية من عند البنزينة بقول لها كنت لسه مارينا تعالي معايا، انا خايفة على اللي في بطني. جابني تقريبا في الحلم، انا ما كنتش عارف لسه هو ولد ولا بنت. بتقول ما تخافيش هو كويس وهيبقى كويس وهيبقى يعني هيجي، يعني ما تخافيش. المهم يعني هو كويس يعني والدنيا مش كده. بتطمنك ومعاكي وبصحبتك وواخده بالها منك قوي بس ناقص بس موضوع الخوف. انا بقول لها شجعيني يعني. طب خلي بالك من وراكي بقى. نورتونا في الانكار. عايز حاجه تاني؟ لا انا عايز اقول بس ان هي انا ما كنتش اتوقع ان احنا يكون في المنطقه عندنا حد يقول لنا على القديسه مارينا. انا اول ما حد قال لي طب تعالى بص، قلت انا ما اقدرش اجي ابص حد متألم قدامي وانا مش عامل له حاجه ولا اي حاجه ولا حد بيساعده مثلا. فعامه انا اول ما حد قال لي على القديسه مارينا، احنا ما كناش نتوقع ان في المنطقه زي كده يطلع لنا حد بالشفاعه طبعا الكبيره دي عند طبعا. ربنا. احنا يعني مراتي بتطلبها بتقول لي ما تقلقش سيبها على ربنا بشفاعه العذراء والقديسه مارينا، عليها كل حاجه تتحل. انا بتزنق كتير سواء ماديا او اي حاجه، تقول لي ما تقلقش هتعدي، والاقيها يعني ربنا فتح ابواب. لما واحد يبقى ليه اصحاب في السماء فخلاص هيخاف من ايه؟ صاحبك في السماء ده هيخلص كل حاجه. هي بجد شفاعتها هي سريعه الندى، انا بعتبرها عندي القديسه مارينا زيها زي ماري جيركس. احنا ملقبينها بمنى بنت ميلاد، وتحس انه لقب تقيل، لقب كبير، يعني لقب مش اي حاجه. منى بنت ميلاد تحس ان ده اول حاجه يعني. بجد دي شفاعه. هي رانيا معلش يوم ما كانت تعبانه احنا كلمة لفينا على الدكاترة دي كلمة يعني لخصت المعجزة عشان الوقت، بس هي كلمة لفينا بمعنى الكلمة. كل الدكاترة ما سيبناش. أنا جيت هنا كنت بعيط في السنة، يعني بولا ده طفل صغير كان تشوفه وهو بيعيط على أمه حاجة تقطع القلب. احنا أول ما جت هنا ودخلت مفيش دقيقتين وانا قاعد بره كده وبعيط، امها بتزغرط وفرحانه وعماله تزغرط، طلعت ماشيه على رجليها جامده يا مارينا. وعايز اقول لحضرتك هي مش مشيت من هنا لغايه البيت عندنا ان هو مسافه قريبه، لا هي مشيت محطه. زي اقول لحضرتك من كنيسه العذراء الزيتون لغايه المحطه بتاعت الزيتون مسافه. واحده كانت تعبانه في عز الالم مش قادره تمشي، شايفينها دي واحده بتمشي. بجد شفاعتها تكون معانا. شفاعتك يا مارينا، نورتونا في إلهنا الكرم، كتر خيركم وصلواتكم لينا. نورك بس يا رب يخليك. شكرا.